أحداث فيلمنا بتبدأ بمهمة بيقوم بيها واحد اسمه لوي بطيارة أمريكية خلال الحرب العالمية التانية، والمهمة كانت عبارة عن تفجير جزيرة يابانية عليها قاعدة عسكرية. وأثناء تنفيذهم للمهمة بتتعرض الطيارة لهجوم وبيعملوا هبوط اضطراري على جزيرة بعد ما بتتدمر الطيارة بتاعتهم. بنروح بعد كده للماضي في ولاية كاليفورنيا مع الطفل لوي المشاغب، واللي بيتعرض في يوم للتنمر من أصحابه لأن عيلته من أصل إيطالي، وبيضطر إنه يضربهم، ولكن الشرطة بتقبض عليه وبتوديه لأهله. وفي يوم بيشوفوا أخوه بيد وهو بيجري بسرعة كبيرة، فبيكلمه علشان يتدرب وينمي قدرته في الجري، ولكن لوي ما بيكونش مقتنع، بس أخوه بيحاول يقنعه ويقول له إنه مؤمن بيه، وبالفعل بيتدرب لوي على الجري. ولما بيكبر بيتحول لوي لأسرع عداء، وبيشارك في أولمبياد برلين وبيقدر إنه يحقق رقم قياسي. وبيدخل لوي بعدها للجيش، وهناك بيتم تدريبه على المهمات الصعبة. وبنرجع للحاضر وقت ما بيتم تكليف لوي ومجموعة من زملائه بمهمة، ولما بيتم إخبارهم إن الطيارة اللي هيستخدموها مصنوعة من قطع طيارات متهالكة، وأثناء تنفيذهم للمهمة بتعطل الطيارة وبتقع بيهم في البحر، ولكن بيقدروا إنهم ينجوا وبيكون معاهم مركب نجاة بيستخدموه، ولكن كل الموارد بتاعتهم بتخلص وقدروا إنهم يصمدوا لوقت طويل. وفي يوم بيشوفوا طيارة فبيحاولوا إنهم يجذبوا انتباهها، ولكن بتطلع طيارة معادية فبتهاجمهم وبينطوا في المية، ولكن العوامل اللي معاهم بتبوظ وبيفقدوا صديقهم بعد أيام. وبعد فترة بيتم إنقاذهم، ولكن من سفينة يابانية تابعة لقوات المحور المعادية لأمريكا، وبيتم أخذهم كرهاين عند القوات اليابانية، وبيروحوا معسكر للرهاين على جزيرة وبيتم استجوابهم هناك علشان يعرفوا ايه هي المعدات اللي بيستخدموها في أمريكا. ولكن لو بيقول لهم انهم بيستخدموا معدات قديمة. بياخدوا الرهاين للغابة، وبيفتكر لوي ان خلاص هيتم اعدامهم، وده لما بيشوف احد الجنود ماسك سيف، ولكن بيبان ان هم عايزين يقطعوا هدومهم عشان يغسلوا جسمهم بمية باردة كنوع من انواع التعذيب. وبعدين بياخدوهم لمعسكر تاني، وهناك بيفرقوا ما بين الجنود والضباط، وبيكون المسؤول عن المعسكر ضابط ياباني اسمه واتابي، اللي اول ما بيشوف لوي بينزل عليه ضرب بعصايه لحد ما بينزف. لما بيخلص لوي فتره الحجر الصحي بينضم لعدد من الضباط الامريكيين المحتجزين، وبيتم معاملتهم بقسوه شديده علشان يكسروا كبريائهم. وفي يوم من ايام الشتاء بيكون المساجين في طابور الصباح، فبيقول واتابي انه عارف ان في موهوبين كتير موجودين وسط المساجين، ومنهم البطل الاولمبي لوي، وبيخلي واتابي لوي ينافس جندي عنده، ولكن بيخسر لوي بسبب الجوع والتعب. وبينزل واتابي ضرب في لوي بشكل هستيري، وبتوصل اخبار للمساجين ان قوات الحلفاء بدأت تحقق انتصارات على قوات المحور. وفي يوم كان واتابي بيفتش في عنبر المساجين، فبيلاقي خريطة للمكان الموجود فيه المعسكر، فبينزل ضرب في المسجون اللي كان معاه الخريطة. وهنا بيقول لوي لواحد صاحبه انه هيقتل واتابي في يوم، ولكن صاحبه بيقول له ان الاولى يفكر ازاي يصمد لحد نهاية الحرب. وفي يوم بتعلن امريكا عن وفاة لوي، فبيتريق واتابي عليه وبيقول له انه هيروح للمحطة الإذاعية علشان يعرف الحكومة وأهله إنه لسه عايش. وبيروح لوي بالفعل وبيقول إنه مسجون حرب في مدينة طوكيو، وبيتمنى كريسماس سعيد لأهله. وبعد كده بياخدوا لوي لمطعم، وهناك بيقابلوا اتنين ويطلبوا منه إنه يطلع في المحطة الإذاعية مرة كمان ويقول معلومات مغلوطة علشان يضلل بيها الجيش الأمريكي، وإنه لو عمل كده هيعيش حياة كريمة زي جنود زملائه كانوا قاعدين قدامه في نفس المطعم. فبيبص لوي للجنود الخائنين وبيرفض ويرجع تاني للمعسكر، وهناك بيقابل واتابي تاني مرة، واللي بيقول له انه شخص قوي زيه وكان ممكن يكونوا اصحاب لو اتقابلوا في مكان غير الحرب. وعلشان يكسر واتابي لوي خلى المساجين يقفوا قدام لوي صف طويل، وكل واحد فيهم يعدي يضربه. في البداية كانوا رافضين، ولكن لما حس لوي ان رفضهم ده ممكن يسبب لهم اذى بدأ يصرخ فيهم ويقول لهم لازم تضربوني. وفي يوم بيقول واتابي للوي انه عنده ليه خبرين، واحد سعيد وواحد حزين. الخبر السعيد انه اترقى، ولكن الخبر الحزين انه هيتنقل من المعسكر لمكان تاني. وبالليل بيحتفل الجنود ان واتابي ساب المعسكر، ولكن بيحصل قصف جوي امريكي لمدينة قريبة من المعسكر، والنار بتوصل للمعسكر، واثناء ما المساجين بيطفوا النار الناس بدأت تتكلم ان مع نهاية الحرب اليابانيين هيتخلصوا من كل الرهائن. وبيتم نقل المساجين لمعسكر جديد، وبيوصلوا هناك وبيلاحظوا ان المساجين بيشيلوا اكياس كبيرة مليانة فحم وباين عليهم التعب. وهم في الطابور بيظهر واتابي، واللي بيبان انه مسؤول عن المعسكر الجديد، وبيقول لهم ان مهمتهم
هنا الشغل في مناجم الفحم، وبيفكر لوي في مصيره السيء اللي خلاه يجي هنا ويقابل وتابي مرة تانية. ولكن وهو شغال في نقل الفحم بيلاحظ ان المساجين بتقع من قلة الاكل والجوع وكتير منهم بيموتوا. وفي يوم بيبلغهم وتابي ان الرئيس الامريكي مات، فبيزعلوا وبيبكي ناس منهم لانهم بيحسوا ان فرصتهم للنجاة بتقل. وفي يوم ولوي شغال بيدفعوا جندي ويوقعوا على الارض ورجله بتتكسر، ولكن بيرجع يشتغل مرة تانية وزمايله حواليه مش عارفين يعملوا له ايه. وبعد كام يوم بيكون لوي شغال وبيحاول انه يرتاح من التعب، فبيشوفوا جندي ويوديه قدام كومة من الاخشاب ويأمروا وتابي انه يشيل قطعة كبيرة من الخشب، ولو وقعت هيخلي الجندي يقتله. وبيفضل وتابي واقف مستني لوي انه يوقع الخشب علشان يقتله، ولكن لوي بيبص له باصرار وحماس وبيتحداه وبيرفع الخشبة لاعلى اكتر. ولما بيطلب منه وتابي انه ما يبصلوش بيعند لوي ويبص له زيادة، لحد ما بيلاحظ المساجين قوة تحمل لوي فبيضحكوا. ويفضل وتابي واقف لساعات طويلة مستني لوي يوقع الخشب، ولكن لما مش بتقع بيروح ويضرب وتابي لحد ما بيقع على الارض، وبيفضل كده لتاني يوم. وفي يوم بيعلن ضابط في المعسكر ان الحرب العالمية التانية خلصت، وبيسمح للمساجين انهم يروحوا للنهر علشان يستحموا. ولكن المساجين كانوا فاكرين ان دي حيلة علشان اليابانيين يقتلوهم بما ان الحرب خلصت. ولما بيروحوا للنهر بيشوفوا طيارات امريكية بترمي لهم معونات، فبيروحوا علشان يفتحوها وبتكون عبارة عن اكل وسجاير ومجلات. بيروح لوي لمكتب وتابي ولكن بيلاقيه فاضي وتابي مش موجود. وبيرجع لوي لامريكا وبيستقبله الجمهور واهله بعد ما قصته بتنتشر. الفيلم ده متاخد من قصة حقيقية، واللي بنعرف منها ان لوي اتجوز بعد ما رجع وخلف ولدين. وكمان وتابي قعد مختفي لفترة طويلة لحد ما الحكومة الامريكية اعلنت العفو عنه. وكمان طلع لوي وقال انه مسامح في حقه بسبب اللي حصل معاه من وتابي. وبيخلص الفيلم لمشهد للوي الحقيقي بعد ما بقى عنده 80 سنة وبيجري في شوارع طوكيو وهو شايل الشعلة الأولمبية.